السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب المرحلة الإعدادية عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع فرع جديد، فرع من الفروع السهلة جدا، فرع من الفروع الحلوة جدا. الفرع كله عبارة عن درسين اتنين. الفرع دوت اسمه حساب مثلثات. إيه حساب المثلثات ده؟ وإيه قصته؟ إيه حكايته؟ ده اللي هنشوفه النهارده مع بعض. حساب المثلثات بنمتحنه مع الهندسة في نفس امتحان الهندسة، يعني مش بنمتحنه يوم الجبر. احنا الجبر والاحصاء ده في يوم، ده امتحان. حساب المثلثات والهندسه ده في يوم، ده امتحان تاني. النهارده ان شاء الله هناخد اول درس مع بعض. يلا بينا نشوفه بيتكلم عن ايه. اول درس عندنا في حساب المثلثات سنه ثالثه اسمه النسب المثلثيه للزوايا الحاده. يعني ايه نسب مثلثيه للزوايا الحاده؟ كان بيتكلم معايا في الدرس دوت كده على حته قبل ما نبدا في الدرس نفسه. بيتكلم معايا على موضوع تاني كده مختلف شويه اسمه القياس الدائري والستيني. القياس الدائري ده انت ان شاء الله هتاخده لما تدخل اولى ثانوي. احنا هنكلمك في سنه ثالثه اعدادي على حاجه اسمها القياس الستيني. يعني ايه قياس ستيني؟ بص يا حبيبي، لو انا عايز اقيس زاويه، مثلا عندي زاويه اهي عايز اقيسها، انت بتروح تقول لي الزاويه دي 40 درجه، 50 درجة، 60 درجة، وهكذا. طيب لو أنا عندي زاوية قليلة قوي، يعني ما كملتش 1 درجة، عايز أقيسها، طب أقول له إيه؟ لا ما أقولش بقى نص درجة وربع درجة وخمس درجة، لا يا عم. قال لك هنعمل إيه؟ بص، إحنا عندنا دي 1 درجة، الدرجة دي بتتكون من 60 دقيقة، يبقى العلامة دي علامة الدرجة اللي هي الدايرة دي، ودي علامة الدقيقة. حلو قوي. طيب الواحد دقيقة بيتكون من 60 ثانية، يبقى الدرجة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. لذلك بتوع الرياضة سموا النظام ده نظام ستيني. ليه نظام ستيني بقى؟ عشان كل حاجة فيها 60 من اللي أصغر منها. يعني الدرجة 60 دقيقة، طب الدقيقة 60 ثانية. خلي بالك الشرطتين دول علامة الثانية. طيب تعال نشوف هيجيلي ازاي. بص يا عم اهو بيقول لي ايه، خلي بالك وحدات قياس النظام الستيني هي الدرجة، ماشي، والدقيقة والثانية. يبقى العلامة دي علامة الدرجة، ودي علامة الدقيقة، ودي علامة الثانية. الواحد دقيقة في 60 درجة، والواحد درجة في 60 ثانية. أنا عايز أعرف شكل الأسئلة بيجي إزاي. بص يا حبيب قلبي، يقول لي إذا كانت النسبة بين زاويتين متتمتين 7:9 اوجد القياس الستيني لكل منهما. أنا هحل لك المسألة دي بطريقتين، ماشي؟ الطريقة الأولى طريقة سنة 6 ابتدائي، هنروح قايل دول زاويتين، فهروح كاتب الأولى إلى الثانية كم إلى كم؟ 7:9. صعب الكلام؟ دي سهلة قوي. قلت الأولى إلى الثانية 7:9، أروح مزود خانة اسمها المجموع. اصبر ما تستعجلش. 7 و9 مجموعهم كام؟ 16. واجي تحت المجموع، لو قال لي زاويتين متتمتين اكتب هنا 90. حلو. واروح كاتب هنا س وهنا صوت بس. اروح رايح قايل ان الزاوية الأولى بتساوي اهو، الأولى تساوي شرطة كسر 7 في 90 على 16. 7 في 90 على 16. طب الثانية بتساوي 9 في 90 على 16. طيب هطلع الناتج ده ازاي؟ وخد بالك بقى، تعالى نستخدم مع بعض الآلة الحاسبة ونشوف هنطلع الناتج ازاي. هنعمل شرطة كسر، نكتب 7 في 90 وننزل تحت نتك 16. هيطلع أرقام عشرية كتير جدا، تمام؟ في زرار على الآلة عامل كده اللي هو جنب السالب، اسمه كوما. ده الكوما ده تتك على الكوما ده، ماشي، تلاقي الناتج عمل لي كده. بص 39 كده، 22 30. ده المنظر اللي جالي على الآلة. أنا هكتب إيه بقى؟ بص يا بطل، واحدة واحدة كده افهم معايا بقى. دي الدرجة، يبقى أول واحدة 39 درجة. دي الدقيقة، يبقى 22 دقيقة. دي الثواني، يبقى 30 ثانية. صعبة؟ تعال نعمل التانية. هنعمل نفس اللي فاتت بس نعمل 9 في 90 ونتك كوما. بص هتطلع عاملة ازاي؟ هتطلع عاملة كده
50 50 اعمل لي كده 37 30. يلا فهمنا اللعبة بقى. يلا دي 50 ايه درجة، يبقى دي 50 درجة يا مستر. كم دقيقة؟ 37 دقيقة و30 ثانية. بس كده بس كده. يبقى انت كده قدرت تجيب الزاوية بالقياس الستيني. الفكرة كلها يا سنة تالتة انك تكتب الناتج على الآلة وتدوس الزرار ده اللي هو كوما. الكوما دي بتحول لك المسألة لدرجات ودقائق وثواني. صعبة؟ لا مش صعبة. تعالى بقى احل لك المسألة دي بطريقة تانية. بص ايه الطريقة التانية؟ انا هسمي الزاوية الاولى 7 بس 7 كاف، وهسمي التانية 9 بس 9 كاف. هو قال لي دول زاويتين متتمتين، هروح قايل ان 7 كاف زائد 9 كاف بتساوي 90. اجمع دول 16 كاف يدينا 90. اقسم على 16 يبقى الكاف بتساوي، اعمل على الآلة 90 على 16. الآلة تطلعها لي كده 5 علامة 6 2 5. سيبها كده. تعالى بقى اقول لك تجيب الاولى ازاي. هتيجي عند الاولى وتقول لي مش هي 7 كاف، يعني 7 في الرقم ده. اضرب 7 في الرقم ده والتكة كوما، يطلع لي نفس الناتج اللي كان طالع معايا هنا اللي هو 39 22 و3 او 30. يلا التانية هحسبها واضرب هتطلع نفس الناتج 50 37 و30. عرفنا ازاي يا شباب نجيب القياس الستيني وبطريقتين مختلفتين. انا في كل المسائل مش هحل غير بطريقه واحده بس، يعني انا مش هحل بالاثنين، انا هحل بدي بس. طيب تعالى نشوف كمان واحده هيها المساله اللي فاتت، بس بيقول لي ايه؟ اذا كانت النسبه بين زاويتين متكاملتين. ايه الاختلاف بين دي وبين اللي فاتت؟ ان المتكاملتين مجموعهم 180 انما المتتمتين مجموعهم 90. حلو قوي. طيب انا هحل دي ازاي؟ هروح كاتب الاولى اهو الى الثانيه، خلاص فهمت، الى المجموع. يلا كم الى كم؟ 3 الى 5 مجموعهم 8. مجموعهم كام؟ 8. اول ما يقول لي متكاملتين اجي تحت المجموع واحط 180 واقول دي س ودي ص. يلا الاولى اعمل شرطة كسر والثانيه اعمل شرطة كسر، وتعالى نعمل المقص. 3 في 180 على 8 ودي 5 في 180 على 8. طيب اكتب 3 في 180 على 8 والتكة كوما، هتطلع 67 درجة 67 درجة و30 دقيقة. طيب الثانية 5 في 180 على 8 والتكة كوما، هتطلع 112 درجة و30 دقيقة. صعب عليك؟ لغاية كده مفيش أي مشكلة. تعالى ناخد كمان واحدة. بيقول لي إيه؟ إذا كانت النسب بين قياسات زوايا مثلث. بص بقى الفرق بين دي وبين اللي فاتوا. إن أنا هنا عندي النسب بين قياسات زوايا مثلث، أنا عارف إن المثلث فيه 3 زوايا، فكل اللي هعمله زيادة هكتب الأولى إلى الثانية إلى المجموع. لا قبل ما اكتب المجموع عشان هم 3 زوايا هكتب الاولى الى الثانيه الى الثالثه الى المجموع. يلا كم الى كم الى كم؟ 3 الى 4 الى 7. اجمع دول يطلعوا 14. انا عارف ان مجموع زوايا المثلث 180 درجه، اكتب هنا س الى ص الى ع. الزاويه الاولى واعمل شرطه كسر، الثانية واعمل شرطة كسر، الثالثة واعمل شرطة كسر. اهو بص بقى الأولى كم في كم على كم؟ 3 في 180 على 14 اهو 3 في 180 على 14. طب الثانية هتبقى 4 في 180 على 14. طب الثالثة هتبقى 5 أو هتبقى 7 في 180 على 14. تعالى بقى نحسب دي ونحسب دي ونحسب دي. اهو شرطة كسر 3 شرطة الكسر
3 في 180 وانزل تحت اكتب 14 والتكه كوما. بص بقى الناتج اللي طلع لي، وعايزك تفهم هننقل الناتج ده ازاي. طلع لي الناتج الاولاني كده 38 وعامل لي كده 34 وعامل لي كده 17 وعامل لي نقطه وعامل لي 14 وعامل لي كده. ايه ده؟ ده غير النواتج اللي فاتت. هو بس خلي بالك ده الدرجات يبقى 38 درجه، وده الدقايق يبقى 34 دقيقة. ده الثواني اللي هي 17. بس قبل ما تكتب الثواني بص هتعمل ايه؟ هتبص على اللي بعد النقطة. اللي بعد النقطة ده كام؟ 1. الواحد ده بيزود ولا ما بيزودش؟ ما بيزودش. ايه اللي بتزود وايه اللي ما بتزودش؟ اوعى تنسى ان انت كان عندك حاجة اسمها الاعداد البخيلة والاعداد الكريمة. الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والاربعة دي اعداد بخيلة ما بتزودش. الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة دي أعداد كريمة بتزود. طب خلي بالك عشان عايزك تكتبهم وتحفظهم كويس قوي عشان أي مسألة تقريب هتشتغل بيهم. الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة دي أعداد بخيلة ما بتزودش. الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة دي أعداد كريمة بتزود، وهنشوف دلوقتي إزاي. اللي بعد النقطة دي كام؟ 1. الواحد دي بخيلة ولا كريمة؟ بخيلة، يبقى ما بتزودش. يبقى ال17 دي تكتبها زي ما هي. طيب تعال نحل التانية. هياها. بص بقى الناتج هيطلع ازاي؟ هيطلع 51. بقول لك عشان ما تتلخبطش. 51 اهو 51 درجة 25 42 نقطة 86. قول لي بقى يا ترى بقى الناتج المرة دي هيبقى كام؟ دي 51 درجة اهو 51 درجة، ودي يا مستر ودي 25 دقيقة. الثواني بقى ال 42. قبل ما تكتب ال 42 روح بص لي على النقطة اللي بعد النقطة كام؟ 8. والثمانية دي بتزود ولا ما بتزودش؟ بتزود. يبقى ما تقولش 42 بقى، لا ده تقول عليه 43. تقول عليه 3 وايه؟ 40. فهمنا الحتة بتاعت اللي بتزود واللي ما بتزودش يا سنة تالتة، عشان الحتة دي مهمة جدا. الحتة دي مهمة جدا. عرفنا اللي بتزود واللي ما بتزودش. طيب تعالى نحسب آخر واحدة ونتك كوما على طول ونطلع الناتج. دي 7 كوما تطلع 90 درجة بس. هتطلع 90 درجة بس وصفر دقيقة وصفر ثانية. وكده أول موضوع معانا في الدرس بتاعنا اسمه القياس الدائري والقياس الستيني. ندخل بقى على حساب المثلثات اللي بجد، والموضوع المهم جدا اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. سيب بقى الآلة الحاسبة دي دلوقتي وتعالى نركز مع بعض. الدرس بتاعنا اسمه النسب المثلثية للزوايا الحادة. عاوز أعرف يعني إيه نسب مثلثية دي؟ يعني إيه نسب مثلثية؟ تعالى بقى نبدأ نشوف ونفهم الدنيا. بص يا حبيب قلبي، النسب المثلثية هنتكلم عليها مع بعض، هنشرحها كده مع بعض على جنب، وبعد كده نروح نشوف أمثلة. يعني إيه نسب مثلثية؟ حبيب قلبي، النسب المثلثية. إيه النسب المثلثية دي؟ النسب المثلثية دي يا شباب 3 حاجات. حاجة اسمها جيب الزاوية، وحاجة اسمها جيب تمام الزاوية، وحاجة اسمها ظل الزاوية. يبقى النسب المثلثية 3 حاجات: جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية وظل الزاوية. يبقى جيب تمام ظل. ايه الجيب وايه جيب التمام وايه الظل؟ اولا الجيب دي بنختصرها بالرمز او بكلمة جا. جيب التمام بنقول عليها جتا. الظل الزاوية بنقول عليها ظا. احنا مش هنحط نقط بعد كده، بس انا بعرفها لك اول مرة. يعني هتلاقينا بنكتب جا كده، بنكتب جتا كده، بنكتب ظا كده. طب انت ليه حطيت في دي نقطتين؟ عشان اميز بين الجا وبين الجتا.
تمام؟ يبقى النسب المثلثيه كام حاجه؟ 3. جا جتا ظا. انا عايز اسالك اول ما اقول لك مين النسب المثلثيه تقول لي يا مستر جا جتا ظا. مين الجا ومين الجتا ومين الظا؟ الجا دي يعني جيب الزاويه، الجتا دي يعني جيب تمام الزاويه، الظا دي يعني ظل الزاويه. طيب انا عاوز اعرف القوانين بتاعتهم ايه، بتتجاب ازاي، وهيسالني فيها ازاي. ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. قبل ما نروح نشوف هيجيبها لي ازاي، تعال اقول لك القانون بتاع كل واحده من دول. انت عندك دي اسمها مقابل على وتر. طب الجتا مجاور على وتر، مجاور على وتر. طب الظا دي يا مستر مقابل على مجاور، الظا مقابل على مجاور. يبقى انا عندي النسب المثلثيه سنه ثالثه كام حاجه؟ 3. جا جتا ظا. الجا مقابل على وتر، والجتا مجاور على وتر، والظا مقابل على مجاور. وهنفهم دلوقتي يعني ايه الكلام ده. يلا بينا تعالى مع بعض نفهم الكلام ده يعني ايه. بص يا حبيبي، لو انا عندي مثلث قائم بالمنظر ده، لو انا عندي مثلث قائم بالمنظر زي ما انت شايف كده اسمه ا ب ج. حلو. اول حاجه في المثلث القائم حضرتك عارفها ان دي الزاويه القائمه، فاللي في وشها ده اسمه الوتر. دي ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش كلام. حلو. لو انا جيت قلت لك هات لي زاويه ج دي، ده اللي في وشها، يبقى ده اسمه مقابل. يبقى ده خد المقابل وده خد الوتر، يبقى اللي لازق فيها ده، اللي لازق فيها ده اسمه مجاور. ده لو انا بتكلم على زاويه ايه؟ ج. فلو جيت قلت لك في الامتحان حبيبي هات لي جا ج، او هات لي جتا ج، او هات لي ظا ج، ركز بقى معايا. الجا ج قانونها ايه؟ مقابل على وتر. مين مقابل الجيم؟ اهو اسمه ا ب. على الوتر، الوتر ده ما بيتغيرش دايما، ده في وش الزاويه القايمه اسمه ا ج. طيب الجتا، الجتا قانونها ايه؟ مجاور على وتر. المجاور اللي هو لازق فيها اللي هو ب ج، على الوتر اللي هو ا ج. طيب الظا لا، الظا دي اسمها مقابل على مجاور. المقابل اهو ا ب، والمجاور اهو ب ج، يبقى اسمها ا ب على ب ج. صعبه؟ طيب لو انا جبت نفس السؤال بس قلت لك انا عاوز الجا ا والجتا ا والظا ا، بص لازم تمسح ده ولازم تمسح ده وتمسح دي، تسيب لي بس الوتر. ليه بقى؟ لان مقابل الالف ادي الالف، المقابل بتاع الالف اهو ده كده مقابل الالف، يبقى مقابل الالف غير مقابل الجيم، ومجاور الالف غير مجاور الجيم. مين بس اللي ما بيتغيرش في المثلث؟ الوتر، لان ده في وش الزاويه القايمه فده ما بيتغيرش. حلو. فلما يجي لي سؤال زي ده واقول لك هات لي جا الف، اجيب جا الف ازاي؟ بص يا بطل، الجا الف والجتا الف والظا الف. الجا الف يا حبيب قلبي مقابل اللي هو ده اللي هو ب ج، على الوتر اللي هو ا ج، مجاور اللي هو ده ا ب على ا ج. الظا مقابل على مجاور يعني ب ج على ا ب. هتبان معايا اكتر في الارقام. يعني ايه؟ لما يجيب لي مساله زي دي، بص السؤال بقى، انا عاوز النسب المثلثيه لزاويه ج وزاويه ا في الشكل المقابل ده، النسب المثلثيه لزاويه ج وزاويه ا. خد بالك النسب المثلثيه دي اللي هي الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم، جا جتا ظا، جا جتا ظا. يبقى النسب المثلثيه لزاويه ج يعني عاوز جا ج وعاوز جتا ج وعاوز ظا ج. النسب المثلثيه لزاويه ا عاوز جا ا جتا ا ظا ا. حلو قوي. بص يا حبيبي واحده واحده، تعال نشوف بقى جا ج نجيبها ازاي، وجتا ج نجيبها ازاي، وظا ج نجيبها ازاي. اول حاجه لازم تتاكد منها ان المثلث اضلاعه كلها موجوده. الضلع ده ب4، الضلع ده ب5، الضلع ده ب3. خلاص عرفت كل اضلاع المثلث موجوده. تاني حاجه تتاكد منها فين الزاويه القايمه؟ ب. مين اللي في وش القايمه؟ ده 5، يبقى ده يا باشا اسمه ايه؟ الوتر. ده مفيش فيه كلام. تعال نروح نشتغل على ج. ادي الجيم،
عاوز الجا قانونها ايه يا سنه ثالثه؟ مقابل على وتر. مقابل على وتر يعني ايه مقابل على وتر؟ مقابل الجيم اللي في وش الجيم اللي هو كام اهو. بص ادي الجيم اهي اللي في وشها كام؟ 3. يبقى ده مقابل، وانت عارف ان ده مين؟ الوتر، يبقى 3 على 5. ده خد اسم المقابل وده خد الوتر، يبقى اكيد ده مين؟ المجاور. فلما اجي اقول لك هات جتا جيم، هات جتا جيم، تقول لي قانون الجتا مجاور على وتر. طب مجاور الجيم كام؟ مجاور الجيم اللي لازق في جيم اللي هو كام؟ 4. برافو عليك. على الوتر اللي هو كام؟ 5. يبقى جتا جيم 4 على 5. طب الظا دي مقابل على مجاور. مقابل على مجاور. المقابل كام؟ 3 والمجاور كام؟ 4. يبقى 3 على 4. ده انا كده خلصت زاويه ج. تعالى بقى نجيب زاويه ا. نمسح بقى الكلام ده عشان ما نتلخبطش اهو، لان احنا اتفقنا حاجات الالف غير حاجات الجيم. اللي في وش ج اهو، يبقى ده اللي في وش ا، اسف، يبقى ده المقابل بتاع الالف، يبقى اكيد ده المجاور بتاع الالف. يلا تعالى نروح نجيب ج. الجا مقابل اهو على وتر اهو، يبقى 4 على 5. الجتا مجاور اهي على وتر يعني 3 على 5. طب الظا مقابل على مجاور يعني 4 على 3. مستر خلي بالك انا لاحظت حاجه وعايز اقول لك عليها من بدري بس خايف تطلع غلط. ايه هي؟ ان انت حبيب قلبي الجا هنا ب 3 على 5. بص دي الجتا هنا 3 على 5. ايه ده؟ ده في كل المسائل؟ دي ملحوظه هنتكلم عليها كمان شويه. اي زاويتين مجموعهم ب90 درجه بتبقى جا الاولى بتساوي جتا الثانيه، والعكس جتا الاولى بتساوي جتا الثانيه. حتى بص الجتا هنا ب4 على 5، الجا هنا ب4 على 5. يعني انا ممكن اخد الجا احطها عند جتا واخد الجتا احطها عند جا، ده في شرط واحد لو الزاويتين مجموعهم 90 درجه. طب وانت عرفت ازاي يا مستر ان الزاويتين مجموعهم 90؟ تعال اقول لك. انت مش عارف ان ده مثلث؟ دي اخدت 90، اتفضل معاك للمثلث كام؟ 90، لان المثلث كله 180. طيب ما ينفعش نبقى شغالين في مثلث قائم وما نعرفش نظريه فيثاغورس، وما نعرفش نظريه ايه؟ فيثاغورس. ليه؟ بص يا حبيبي، الزاويه القايمه ده اللي في وشها بنسميه وتر، واللي لازق فيها من هنا بنسميه ضلع، واللي لازق فينا بنسميه ضلع. طب فيثاغورس قال لك ايه؟ عشان ما نلفش وندور كتير ونقعد نحفظ ونوجع دماغنا، هم 3 كلمات. لو عاوز ضلع هنربع ونطرح وناخد الجذر، 3 حاجات. طب لو عايز وتر هنربع ونجمع وناخد الجذر. يبقى شباب لو عايز ضلع بنعمل ايه؟ بنربع ونطرح وناخد الجذر. طب لو عايز وتر هنعمل ايه؟ هنربع ونجمع وناخد الجذر. ده مين اللي قال لنا كده؟ عمنا فيثاغورس. يعني ايه؟ يعني بص لو انا عندي مسألة عاملة كده اهو، جيت انا قلت لك ادي مثلث قائم اهو اسمه ا ب ج، ده 6 وده 8، وعايزك تجيب ا ج. طب اجيب ا ج ازاي؟ طالما ده مثلث قائم يبقى على طول نشتغل بنظريه فيثاغورس. طب حلو قوي. الالف ج ده اسال نفسك سؤال، هو الف ج ده ضلع ولا وتر؟ طالما في وش القايمه يبقى وتر، برافو عليك. يبقى الوتر هنربع ونطرح ولا هنربع ونجمع؟ هنربع ونجمع. يبقى الالف ج اهو، الف ج هيساوي جذر 8 تربيع زائد 6 تربيع. اديها للآلة، الآلة تقول لك 10، تعبش نفسك. طيب تعالى كمان واحده. انا بقى رحت عامل لك كده، قلت لك ده مثلث قائم اسمه ا ب ج، ده 13 وده 12، وطلبت منك ا ب. قول لي بقى الالف ب ده ضلع ولا وتر؟ ها برافو عليك، ده ضلع، لان اللي في وش القايمه ده الوتر، ده ضلع. يبقى هنربع ونجمع ولا هنربع ونطرح؟ هنربع ونطرح. يعني 13 تربيع ناقص 12 تربيع، الآلة تقول لي دي 5 سم. نظرية فيثاغورس مهمة جدا لازم تبقى عارفها عشان هنستخدمها في المسائل.
كده احنا يعتبر خلصنا حاجة اسمها النسب المثلثية للزوايا الحادة. تعالى بقى ندخل على المسائل التقيلة وشوية الشغل الحلوين قوي اللي بيجوا في الامتحانات دايما. من اول هنا المسائل مهمة جدا جدا جدا. يجي لي في الامتحان سؤال يقول لي كده: اوجد النسب المثلثية لزاوية ج وزاوية ب واثبت ان كذا 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 يساوي صفر. يبقى اعطيني رسمة في المسألة، ركز بقى معايا كده وتعالى اقول لك هنحلها ازاي، او يبقى اعطيني رسمة عاملة ازاي. لا احنا هنمسح ده وتعالى نرسم احنا مثلث عشان تبقى شايف كويس قوي. بص يا بطل، يديني مثلث عامل كده اهو، بس خد بالك المثلث ده هو اعطوني كده، خلي بالك هي الرسمه جايه كده قائم في الف، وقايل لي ان الضلع ده 3 والضلع ده 4، وعاوز هو النسب المثلثيه لزاويه ج وزاويه ب، وعايز يثبت ان الكلام ده كله بصفر. اولا قبل اي حاجه بسم الله لازم اتاكد ان انا معايا 3 اضلاع، يعني المثلث يكون اضلاعه كلها متكامله او اضلاعه كلها موجوده. انا لو بصيت في المساله دي معايا الضلع ده ب4 ومعايا الضلع ده ب3، طب انا هحل ازاي؟ هجري جري استخدم نظريه مين؟ فيثاغورس. اللي في وش القايمه ده ضلع ولا وتر؟ وتر، برافو عليك. يبقى الالف ج نربع ونجمع وناخد الجذر، يبقى 4 تربيع زائد 3 تربيع تطلع ب5. يبقى أول حاجة بسم الله هكمل المثلث. كملت المثلث، تعال نكمل بقى الأسئلة. عايز النسب المثلثية لزاوية ج وزاوية ب. مين النسب المثلثية؟ النسب المثلثية يا أستاذ اللي هي جا جتا ظا، جا جتا ظا. عايز أجيب جا ج وجتا ج وصا ج، وعايز أجيب جا ب وجتا ب وظا ب. يلا بينا قول لي بقى الجا قانونها ايه يا سنه ثالثه؟ مقابل على وتر. افضل كاتبهم قدامك في ورقه طول الحصه لان احنا هنشتغل بيها لحد ما نخلص. الجا قانونها ايه؟ مقابل على وتر. مقابل الجيم، ادي الجيم اهي، المقابل بتاعها كام؟ 3، والوتر انا جبته بكام؟ ب5. طب حلو، جتا ج ده مقابل وده وتر، يبقى اكيد الاربعه ده مين؟ المجاور. طيب يبقى جتا ج بكام على كام؟ ب4 على 5. انا ممكن استخدم الملحوظه اللي قلناها في المساله اللي فاتت، اخد الجا احطها عند الجتا واخد الجتا احطها عند الجا. طب بالنسبه للظا اعلمك حركه حلوه قوي، هتاخد اللي فوق على اللي فوق، يعني 3 على 4، وهنا العكس 4 على 3. يعني انا ممكن باستخدام اول 2 بس اكمل ال6 حاجات اللي انا عايزهم. طيب تعالى مع بعض نبص على المطلوب التاني. بيقول لي ايه؟ نصغر كده عشان نكتبها وبعد كده نكبر تاني. بيقول لي كده عاوز يثبت ان جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب تساوي صفر. بص بقى ركز معايا، انا عايز اثبت ان الكلام ده بصفر، ما اروحش اكتب ان ده يساوي صفر، لا انا اروح احسب الحسبه دي، اروح احسب دي ولازم تطلع بصفر. لازم تطلع بكام؟ بصفر. تعال نشوفها مع بعض. يلا بص بقى، عايز اجيب جتا ب جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب. الجتا ج اهي 4 على 5 في الجتا ب اهي ب3 على 5 ناقص الجا ج اهي ب4 على 5 او ب3 على 5 في جا ب 4 على 5. اضرب دول بالآلة 12 على 25. برافو عليك. اضرب دول بالآلة 12 على 25 لما اطرحهم من بعض يدينا كام؟ صفر. يبقى كده سنة تالتة جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب تساوي صفر. دي شكل المسائل اللي تيجي في الامتحان. تعال نشوف كمان واحدة. بص دي ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. بص هو المرة دي جابها لي مش مرسوم، جابها لي مكتوبة وأنا اللي هرسمها. بيقول لي ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فيه ب ج ب 12 ألف ب ب9. اوجد النسب المثلثية لألف والجيم، وعايز أثبت إن الكلام ده قيمته تساوي 1. طيب هنروح نرسم مثلث أهو اسمه ألف ب ج.
عندي الألف ب ب9 وعندي الب ج ب12. بقى معايا الضلع اللي في وش القايمة ده ناقص. ده ضلع ولا وتر؟ وتر. تعالى نشتغل بنظرية فيثاغورس. هنروح نجيب الألف ج جذر 12 تربيع زائد 9 تربيع يطلع بيساوي 15 سنتي. أنا كده كملت ده. حلو قوي. عايز أجيب بقى النسب المثلثية لزاوية أ وج. عارف يعني إيه؟ يعني جا أ جتا أ ظا أ ها، وجا ج جتا ج ظا ج. احنا اتفقنا ان الزاويتين دول مجموعهم 90، فلو جبت واحده هعرف ابدل واجيب الثانيه. ادي الالف. الجا قانونها ايه؟ مقابل على وتر. يعني ايه مقابل على وتر؟ يعني المقابل 12 والوتر 15. طب الجتا مجاور، ده مقابل اتفقنا، وده وتر عشان في وش القايمه، يبقى اكيد ده مين؟ المجاور. حلو. هنروح رايح واخد المجاور على الوتر، يعني 9 على 15. انا ممكن ما استخدمش المساله تاني، ممكن اخد الجا احطها عند الجتا واخد الجتا احطها عند الجا. طب وبعدين الظا هاخد اللي فوق على اللي فوق، يعني 12 على 9، يبقى هنا 9 على ال 12. صعب الكلام يا سنه ثالثه. طيب المطلوب الثاني عايز يثبت ان جا أ جتا ج اهو، جا أ جتا ج زائد جتا أ جا ج. عايز اثبت ان ده كله بيساوي 1. طب ما انا ممكن اعوض من الحاجات اللي انا جبتها فوق. الجا أ بكام؟ ب 12 على 15 في جتا ج ب 12 على 15 زائد الجتا أ 9 على 15 جا ج 9 على 15. ما تيجي نحسب دي ونحسب دي. لو حسبت دول كده بالآلة لوحدهم، الآلة هتقول لك 144 على 225 زائد لو حسبت دول بالآلة، الآلة تقول لك 81 على 225. عارف دول 225 على 225 اللي هي كام؟ 1. يبقى فعلا المطلوب ده قيمته بتساوي 1. يلا نشوف كمان مسألة. بص بقى، مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. خلاص حفظنا اللعبة. ادي مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب اهو. حلو. قايل لي ان أ ج ده ب5 وأ ب ب4. اجري جري اجيب الضلع اللي ناقص ده. اللي ناقص ده ضلع ولا وتر؟ ضلع. هشتغل بنظرية فيثاغورس. يبقى هنربع ونجمع ولا هنربع ونطرح؟ برافو عليك، هنربع ونطرح. يبقى الب ج يا سنة تالتة بتساوي جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع تطلع ب3. حلو قوي. يبقى ده كده 3. حلو. طيب عايز قيمة أول مطلوب، عايز قيمة 2 جا أ جتا أ. دي سهلة قوي. 2 في جا أ يعني مقابل على وتر، يعني 3 على 5 في جتا أ يعني مجاور على وتر، يبقى 4 على 5. احسب دي بالآلة، الآلة تقول لي 24 على 25. طب المطلوب الثاني عايز يثبت ان جا أ شبه اللي فاتت، جا أ جتا ج زائد جتا أ جا ج تساوي 1. يلا الجا أ احنا قلنا 3 على 5، الجتا ج ب3 على 5 زائد الجتا أ ب4 على 5، الجا ج شبه الجتا أ برضه 4 على 5. لو حسبت دول بالآلة 9 على 25 ودول 16 على 25، يبقى 25 على 25 فيها الايه؟ الواحد. يبقى المطلوب الاول جبته ب 24 على 25 والمطلوب الثاني فعلا طلع بواحد. تعالى بقى المسألة اللي جاية دي حلوة قوي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو سمحت عندك مثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب. عندي 2 أ ب بيساوي جذر 3 أ ج. اوجد النسب المثلثية لزاوية أ وج. خد بالك المسألة دي سهلة قوي، بس هي فيها حتة بسيطة صغيرة جديدة عليك، بس هتاخدها في التناسب بتاع الجبر بعد كده قدام. احنا لسه ما اشتغلناش تناسب. طيب احنا بقى هننزل المسألة دي او هنحلها ازاي؟ خد بالك، تعال ندردش معاك شوية قبل ما احل.
هو لو انا قلت لك س على ص بتساوي 3 على 5، العدد اللي في وش س كام؟ 3. والعدد اللي في وش ص كام؟ 5. طب لو انا طلبت منك تعمل لي مقص، يبقى 5 في س ب5 س، 3 في ص ب3 ايه؟ ص. واخد بالك من اللي حصل؟ ان العدد اللي في وش س راح عند ص، والعدد اللي في وش ص راح جنب مين؟ جنب س. فلما انا اقول لك مثلا 5 س بتساوي 3 ص، واجي اقول لك الس بكام؟ تقوليش ب5، قول لي لا ب3 اهي. واجي اقول لك الصاد بكام؟ تقوليش ب3، لا دي ب5 اهي. ايه ده؟ يعني انت عايز تفهمني اني هاخد العدد اللي جنب س احطه عند ص، والعدد اللي جنب ص احطه عند س؟ اه. طب انت بتقول لي كده ليه؟ عشان اقول لك ان ده اللي هنحل بيه المساله. ازاي؟ ادي مثلث ا ب ج، قائم الزاويه في ب اهو، ده قائم في ب. بص بقى، الحته دي هي اللعبه كلها هنا. بص دي بيقول لي 2 ا ب، 2 ا ب بيساوي جذر 3 ا ج. ايوه، دي نفس السين والصاد بالظبط. هتعمل ايه يا مستر؟ هاخد العدد اللي جنب ا ب اللي هو 2 احطه عند ا ج يا ولد، واخد العدد اللي عند ا ج اللي هو جذر 3 احطه عند ا ب. يبقى انا كده معايا مثلث قائم في ضلعين معروفين. يبقى انا ممكن اروح استخدم نظريه ايه؟ فيثاغورس، اروح اجيب ب ج. طب هو ب ج ده ضلع ولا وتر؟ ده ضلع. هنربع ونطرح، يبقى 12 تربيع ناقص جذر 3 تربيع تطلع بتساوي 1. يبقى ب ج ده ب1، وتتحول المسألة لمسألة عادية جدا. تعالى نمسح دول عشان نعرف نحلها. اهو بص يا بطل، هروح اجيب النسب المثلثية لزاوية ا وج، يعني عاوز ج ج، وعاوز ج تا ج، وعاوز ظ ج، وعايز ج ا، وعايز ج تا ا، وعاوز ظ ا. يلا بينا. احنا لو رحنا جبنا الجيم هنعرف نجيب الالف، هتبقى الالف سهله علينا. ادي الجيم، الجا مقابل على وتر، هو مقابل الجيم يعني اللي في وشها اللي هو مين؟ جذر 3 اهو، على الوتر اللي هو 2 بس كده. طب الجا جيم مجاور، ما ده مقابل، يبقى اللي لازق فيها ده مجاور، يعني 1 على الوتر بس. ما تبصش للرسمه تاني. خد الجا حطها عند جتا، جذر 3 على 2. خد الجتا حطها عند جا يبقى نص. طب الظا خد اللي فوق على اللي فوق، يعني جذر 3 على 1. خلي بالك ممكن تكتبها جذر 3 بس. طب هنا 1 على جذر 3. صعب عليك؟ حلوه، مساله فيها فكره وفكرتها حلوه. يلا ناخد كمان فكره حلوه. بص دي بقى، بقول لي في الشكل المقابل اللي هو ده، اذا كان ا د عمودي على ب ج، وأ ب ب 13 وأ ج ب 15 وب د ب 9 او ج د لحد هنا كده ب 9، اثبت او اوجد قيمه المقدار ده في ابسط صوره. واحده واحده، سيب بس الرسمه دي وتعالى لي هنا كده شويه، تعال نتكلم على ده. احنا اتفقنا ان احنا شغلنا كله هيبقى في المثلثات القائمه الزاويه، يعني لازم يبقى عندي مثلث قائم الايه؟ الزاويه. حلو، انا عندي هنا دي قايمه، انت عارف من قبل كده من زمان طالما دي قايمه يبقى اللي لازقه فيها دي على طول هي كمان قايمه. ماشي؟ حلو. طيب وبعدين انا معايا الضلع ده بكام؟ ب 15، ومعايا الضلع ده ب9. انا ممكن في المثلث ده اهو، ده كده يبقى مثلث قائم، اروح اجيب الضلع ده من فيثاغورس هيطلع 12. حلو. بقى المثلث الثاني ده، المثلث الثاني ده اهو معايا فيه ضلعين، ده 13 وده 12، اجيب ده يطلع 5. يبقى انا اول حاجه هعملها هكمل اضلاع المثلث بتاعتي اللي ناقصه. رحت جبت ده 12 وجبت ده كام؟ 5. طب هكتب له الكلمتين دول ازاي؟ هقول له في المثلث ا د ج، هروح اجيب الاول ا د، ده ضلع فهربع، هربع واطرح. يلا
اهو ألف د، يعني 15 تربيع ناقص 9 تربيع تطلع بتساوي 12 سنتي. حلو. طيب وبعد كده هروح اجيب الب د في المثلث اللي اسمه ألف د ج. ألف د ب. استاذنا عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشني والله. استاذ محمد يا شباب، تعالى يا ريس. استاذ محمد يا شباب كان بيصور في القاعه الثانيه وانا ما كنتش اعرف والله. الراجل دخل كده فجاه، بس دي من الصدف اللي انا مبسوط بيها جدا. مبروك يا مستر. الحمد لله والله. انت عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الله يقويك يا ريس. الحاجه معانا مش فاهمين. بنحاول يا ريس والله. اشرح لكم انا يا جدعان في يا جدعان. الرياضه والانجليزي يا ريس، هي اللعبه كلها في الرياضه والانجليزي. عامله بس الحمد لله والله. تمام زي الفل. لا ده لسه قدامي شويه. توكل على الله، ربنا معاك يا حاج. نتقابل بالليل. السلام يا ريس. سلام. مستر محمد يا شباب من الناس اللي انا بعزها جدا. مستر محمد مش صديق، ده اكتر من اخ، ربنا يعلم يعني. ربنا يديم المعزه والله. اللي حصل ده ما مترتب خالص، عشان بس الناس انا عارف اللي هتقول في الكومنتات انتوا مرتبين مع بعض ومظبطين مع بعض. والله ما مرتبين ولا مظبطين، هو عارف ان انا بصور جنبه راح داخل مسلم عليا. ربنا رب يديم المحبه ويديم المعزه. مستر محمد احمد عنده قناه على اليوتيوب اسمها رويال كراون، بيشرح فيها انجليزي كل المراحل. خش اتفرج صدقني والله مش هتندم. اكتب بس في السيرش كده رويال كراون مستر محمد احمد، هتلاقي الدنيا ظهرت، هتلاقي فيديوهات حلوه قوي وهيعجبك الشغل اللي هناك. يلا بينا نرجع بقى لمسالتنا تاني. انا عندي في المثلث الف د ب، انا عندي دي 13 وانا جايب ده ب 12. حلو قوي. هعرف اروح اجيب ب د؟ هعرف اجيب ب د. هقول 13 تربيع ناقص 12 تربيع اهو، هيطلع بخمسة. انا كده كملت الاضلاع بتاعتي. طيب انا عايز اشوفه هو كان عاوز ايه. هو كان عايز مني مطلوب كبير قوي كده شكله يخض. بص، عايز قيمة ظ ب ألف د زائد ظ، او دي ج ألف د زائد ظ ب ألف د، وتحت ظ ج ألف د ناقص ظ ب ألف د. حلو قوي. طب نجيب دي ازاي؟ يلا بينا. انا عايز امسح لك اللخبطه دي عشان ما تتلخبطش مني. انا عندي دي ب 12، احنا قلنا دي جبناها 12 ودي جبناها 5. بس تعالى بقى امشي ورا الزاويه وانت هتعرف هي فين. ب او ج الف د، الزاويه دي. يعني انا المثلث ده كله ما يشغلنيش، المثلث اللي على اليمين ده كله ما يشغلنيش، انا ممكن اشيله اصلا. طيب الظا قانونها ايه؟ مقابل اللي هو 9 على مجاور اللي هو 12. برافو عليك. طب زائد عاوز ظ ب ألف د اللي هي دي. طب اجيبها ازاي؟ الظا قانونها مقابل اللي هو 5 على مجاور اللي هو 12. لو انت دماغك شغاله او لمحت اللي مطلوب تحت هو اللي مطلوب فوق، بس مع اختلاف بسيط ان ده زائد وده ناقص، ده زائد وده ايه؟ ناقص. فانا هروح كاتب هي 9 على 12 ناقص 5 على 12. احسب دي واحسب دي بالآلة. الآلة هتقول لي دي 7 على 2. صعبة سنة ثالثة، مسألة حلوة وفيها شغل. تعالى بقى ألف ب ج، دي جايبها لي من غير رسمة، جايبها لي كده. ألف ب ج مثلث. خد بالك إن هو ما قاليش إن ده مثلث قائم، هو قال لي ده مثلث وسكت. حلو. فيه ألف ب بيساوي ألف ج. ده مثلث متساوي الساقين. تعالى أقول لك بقى هنرسمه إزاي. بص يا بطل، هنرسم المثلث بتاعنا عادي جدا أهو. مش هنرسم مثلث قائم، هنرسم مثلث عادي اسمه ألف ب ج. الألف ب قد الألف ج، ده 10 سنتي وده 10 سنتي. كلام جميل. اقرا المسألة بقت ب ج ب 12، يعني ده كله كده ب 12 اهو. رسم ألف د عمودي على ب ج فقطعها في د. عارف حتى لو ما قاليش الجملة دي أنا كان لازم أعملها. أنت عارف الجملة دي معناها إيه؟ إن ألف د ده عمودي على ب ج أهو، عمودي على ب ج. ده معناه إن الزاوية دي قائمة. الزاوية دي يا شباب قائمة. تعال دي كده قائمة أهي، وطالما دي قائمة يبقى دي كمان إيه؟ قائمة. حلوة قوي. بس هو ده اللي عطوهوني. عاوز بقى قيمة جا ب جتا زائد جتا ج. ايه ده؟
احنا متفقين مع بعض في بدايه الحصه ان الشغل بتاعي كله هيبقى مثلثات قائمه، وهيطلب مني شويه حاجات. طب انا فين المثلثات القائمه وفين الاضلاع بتاعتي اصلا؟ اقول لك انا، انت اللعبه هنا في حته صغيره قوي. ايه هي؟ ان المثلث ده متساوي الساقين. طالما ده مثلث متساوي الساقين يبقى ده كده اسمه محور تماثل. اسمه محور ايه؟ تماثل. يعني دي 12 يبقى دي 6 ودي 6. ده مش هيحصل غير في المثلث المتساوي الساقين. العمودي بينصف القاعده، العمودي بينصف الايه؟ القاعده، يعني بيخليها 12 يبقى دي 6 ودي 6. طيب وبعدين اقدر اجيب الضلع اللي في النص ده من فيثاغورس، هيطلع بكام؟ ب8. نروح بقى نجيب اللي هو عايزه. اول واحده كان عايز قيمه ج ب زائد ج تا ج، دي بسيطه قوي. ادي الب، الجا مقابل على وتر يعني 8 على 10 زائد جتا ج، ادي الجيم الجتا مجاور على وتر يبقى 6 على 10 تطلع 14 على 10 اللي انت لو جبتها علامه عشريه تطلع 1.4 طيب المطلوب الثاني عاوز ظ ج الف د. طب اجيب ظ ج الف د يا مستر ازاي؟ فين ج الف د دي؟ ادي ج ودي الف ودي د، يعني عايز ظ الزاويه دي. الظ قانونها ايه؟ مقابل على مجاور، يعني 6 على 8. طيب المطلوب الثالث بيقول لي اثبت لي ان الجا ج زائد الجتا ج اكبر من الواحد. اي زاويه الجا بتاعتها زائد الجتا بتاعتها اكبر من الواحد، اي زاويه غالبا. طيب تعال نشوف الجا ج، ادي الجيم الجا دي مقابل، ادي الجيم مقابل على وتر يعني 8 على 10 زائد الجتا ج مجاور على وتر ادي 6 على 10 هتطلع بتساوي 1.4. طب 1.4 يبقى الجا ج زائد الجتا ج اكبر من 1. بص يا حبيبي انا قلت لك اي زاويه الجا بتاعتها زائد الجتا بتاعتها اكبر من الواحد، لان مجموع اي ضلعين في مثلث هيطلعوا اكبر من الضلع الثالث. تعالى بقى المساله اللي جايه دي. ألف ب ج د شبه منحرف. مسألة الشبه منحرف دي مسألة من المسائل التقيلة شوية، فخلي بالك بقى. شوف هنا في شبه منحرف ولا لأ، لو كده نرسمه لك. تعالى بص، تعالى نرسم مع بعض شبه منحرف. شبه المنحرف ده بيبقى عامل كده. أدي شبه منحرف، دي بتبقى كده، دي كده، دي كده. ده كده اللي قدامي ده اسمه شبه منحرف. حلو. هو بيقول لي ألف ب ج د ده شبه منحرف. ادي ألف ودي ب ودي ج ودي د متساوي الساقين. متساوي الساقين يعني دول قد بعض. ماشي؟ فيه الألف د بيوازي ب ج اهو. الألف د بيوازي ب ج. الرسمة هي اللي عليها الشغل كله، خلي بالك. طيب الألف د ده ب4 والألف ب ده ب5 والب ج ده ب12. عايز يثبت ان الكلام ده قيمته بكام؟ ب3. انا هسيب اللي هو عايزه ده وهنزل على الرسمه دي اشتغل عليها شويه. بص يا حبيبي، اولا احنا اتفقنا لازم يبقى عندي حاجه اسمها مثلثات قائمه. انا هنا ما عنديش مثلثات قائمه، انا هنا اللي هعمل المثلثات القائمه. ازاي؟ بص يا بطل، هروح رايح منزل من ده كده عمودي، منزل من ده كده عمودي. صح ولا اقول لك عدل؟ بص اهو، هنزل من ده عمودي وانزل من ده كده عمودي اهو. يبقى ده عمودي وده عمودي، وسميهم اي اسمين. سميهم مثلا ده بلاش دال في دال، سميهم هي وسميهم واو. طيب وبعدين بص بقى الكلام اللي هيحصل عشان هي اللعبه كلها في الشويه دول. انا عندي دول بيوازوا بعض والزوايا دي قائمه، يبقى المنظر ده مستطيل، والمستطيل من ضمن خواصه ان كل ضلعين قصاد بعض بيساووا بعض. دي 4 يبقى دي 4. انت لسه قايل ان ده مستطيل صح؟ يعني الضلع ده قد الضلع ده عشان قصاد بعض، وانت عارف ان ده قد ده. حلو. وعارف كمان ان دي قايمه ودي قايمه. عارف ده معناه ايه؟ ان المثلثين دول اسمهم مثلثين متطابقين. يعني ايه متطابقين؟ يعني زي بعض في كل حاجه. معنى كده ان ده خد 4 دي خدت 4، انا كان معايا كله 12، اتفضل معايا من ال 12 كام؟ 8.
دي تاخد 4 ودي تاخد 4. هتقول لي مستر هو مين قال لك ان الاتنين دول قد بعض؟ ما احنا لسه قايلين من ثانيه واحده ان المثلثين دول ده وده مثلثين متطابقين، يعني زي بعض في كل حاجه. حلو، بدات الدنيا تظهر شويه. طيب عايز اكمل الاضلاع. طب ما سهله قوي، دي 5 وده 4. انا ممكن اجيب الالف ه من فيثاغورس، جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع تطلع ب3 سم. يبقى دي 3. طالما دي 3 يبقى دي كمان كام؟ 3. بس بقى تعال نشوف اللي هو عايزه. هو عايز يثبت ان 5 ظ جتا ج جتا ج على جا تربيع ج جا تربيع ج زائد جتا تربيع ب، كل ده بيساوي 3. انا عايز اثبت ان الليله دي كلها بكام يا مستر؟ ب3. اثبت بقى ازاي ان دي ب3؟ تعال نجيب اللي هو عايزه، هيطلع الناتج ب3. يلا يساوي 5 في ظ ب. ادي الب، الظا عباره عن ايه؟ مقابل على وتر. الظا عباره مقابل على مجاور، يعني 3 على 4 في جتا ج. ادي الجيم، الجتا عباره عن مجاور على وتر، ده 5. خلي بالك عشان الاثنين دول قد بعض، يبقى 4 على 5. طب تحت جا ج 3 على 5 بس تربيع، جتا ب 4 على 5 بس تربيع. هتطلع اللي فوق دي هنجيب قيمتها، هتطلع قيمتها بتساوي 3، واللي تحت دي 1، يبقى 3 على 1 اللي هي 3. يبقى 5 ظ ب جتا ج على جا تربيع ج زائد جتا تربيع ب، كل ده يساوي 3. يلا المسألة اللي بعد كده. اللي بعد كده مسألة شبه منحرف برضه، بس شبه منحرف مختلفة شوية عن اللي فاتت. ليه؟ بيقول لي أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د بيوازي ب ج. عادي جدا. بص بقى، دي ب بتساوي 90 درجة، فده بنسميه عندنا شبه منحرف قائم الزاوية. بنسميه شبه منحرف قائم الايه؟ الزاوية. ده بيترسم ازاي؟ احنا قلنا شبه المنحرف العادي اهو، ده كده وده كده ودي ودي، ده كده شبه منحرف العادي. لو قال لي شبه منحرف قائم الزاوية، قائم الزاوية المفروض ان انا اجي على الزاوية دي واروح اعملها كده، يعني امسح الجزء ده كده، فيبقى شبه المنحرف عامل بالمنظر ده اهو. ده كده شبه منحرف قائم الزاوية. ادي أ ودي ب ودي ج ودي د. حط المعطيات. أ د بيوازي ب ج. حلو، بس دي جت كبيرة شوية كده مظبوطة. يلا أ ب ج د قائم في ب. ادي قائم في ب، حلو قوي. أ ب ده ب3، أ د ده ب6، ب ج ده ب10. عاوز يثبت ان الكلام ده بنص، يعني عايز يجيب جتا د ج ب ناقص ظ أ ج ب. يلا تعال نشوف بقى. بص يا بطل، رقم 1 احنا متفقين مع بعض ان لازم المثلث يبقى قائم، مفيش مثلثات قايمه. هروح منزل من هنا عمودي، فهمنا اللعبه احنا كده اهو. ده عمودي يبقى الزاويه دي كام؟ 90. ده عمودي وده عمودي ودي يوازي ودي يوازي، يبقى الشكل ده اسمه ايه؟ مستطيل. دي 3 يبقى دي 3، دي 6 يبقى دي 6، دي كلها كانت 10، دي اخدت 6، يبقى اتفضل لي دي كام؟ 4. بقيت بحركه واحده معايا مثلث قائم في ضلعين معطوفين، ممكن اجيب الثالث. طب اجيب الثالث ازاي؟ من نظريه فيثاغورس، يطلع ب5 سم. طب وبعدين ولا قبلين؟ يلا روح هات اللي هو عايزه. هي اللعبه كلها في دول. عايز جتا د ج ب، د ج ب. عايز جتا الزاويه دي. مين شاطر يقول لي جتا الزاويه دي كام على كام؟ الجتا مجاور على وتر، الوتر 5. مين بقى يقول لي المجاور؟ قول لي بقى المجاور 4 ولا 6 ولا 10؟ ها؟ معظمكم هيقول 10. انا عارف 10 دي غلط. ليه بقى؟ تعال اقول لك انا ليه. انا نزلت من هنا عمودي، فهنا اهي ماشي، او اي رمز، يعني نسميه اي رمز، يعني سميه واو، سميه ايه، سميه اي حاجه. انا بقى لما اقول مجاور، هي الزاويه ج في المثلث القائم فين؟ في ده، في المثلث ده.
في المثلث ده. طب هو ليه يا مستر ما قالش د ج ه، قال لك د ج ب؟ اقول لك انا، انت ما كانش عندك ه في المساله، ده انت اللي لسه عامل ه من شويه. هو هيقول د ج ه ازاي؟ هو هيقول د ج ب مش د ج ه. تمام؟ حلو قوي. يبقى دي كلها 10 ودي 6 ودي 4، يبقى تقول 4 على 5 ناقص. بص بقى اللي جاي هيقول لي ايه؟ ظ ا ج ب. بص ا ج ب اهي، يعني الزاويه دي الظا عباره عن ايه؟ مقابل اللي هو 3 على مجاور اللي هو 10، يبقى ناقص 4 على 5 ناقص 3 على 10 تطلع بتساوي نص. يبقى انا كده ثبت له فعلا ان الكلام ده بكام؟ بنص. طب ليه في المطلوب الثاني خدت الزاويه كلها؟ اصل بص قال لي الزاويه ايه؟ ا ج ب. فين المثلث بتاعها؟ اهو بص المثلث الازرق ده المثلث بتاعها. انما الثانيه كانت المثلث اللي هو بالاحمر ده اللي هو د ه ج. المساله اللي جايه دي مساله حلوه قوي 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 قوي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندك المثلث ا ب ج ده مثلث متساوي الاضلاع. ا د دي ب6 ماشي، وده ب دي ب4، يبقى الضلع ده 10، يبقى ده 10، يبقى ده كمان 10. طب ليه عملت كده؟ هو قال لي مثلث متساوي الايه؟ الاضلاع. ماشي. كاف ظ س بتساوي جذر 3. انا عاوز كاف. بص بقى انا هعمل ايه؟ هنزل من هنا عمودي اهو، هنزل من هنا عمودي. فانا كده عرفت ان دي 90 اهي، واللي جنبها دي 90. ماشي. المثلث الكبير مثلث متساوي الاضلاع صح؟ انا عايز ارسم المساله دي بصوره اكبر عشان ايه هي فيها شغل كتير، فتعالى نرسمها بصوره اكبر اهو. عايزين نرسمها بصوره اكبر من كده عشان نعرف نشتغل عليها اهي. هو كان عاطيني ضلع من هنا اهو ماشي، وكان قايل ان دي ا ودي د ودي ب ودي ج وفي هنا س، وعايز قيمه س، عايز قيمه ك. طب سهله قوي، انا هنزل من هنا عمودي من هنا كده، يلا كده بقت دي قايمه واللي جنبها دي قايمه. انا عارف ان دي 10 دي 6 دي 4 ودي 10 ماشي، لغايه كده مفيش مشكله. انا عارف ان كل زوايا المثلث بتساوي كام؟ 180 درجه، وده مثلث قائم، يعني ده مثلث متساوي الاضلاع، يبقى دي 60 ودي 60. حلوه قوي. سمي لي دي ه مثلا يعني. تعالى بقى اشتغل لي في المثلث د ه ب ده، المثلث ده. المثلث ده انا عارف ان ده مثلث قائم الزاويه، دي خدت 60 يبقى دي 30. اسمع بقى اللعبه اللي جايه دي، يبقى دي كده ب2. عرفت منين يا استاذ؟ تاني اعدادي كان بيقول لك ان الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر، الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص الوتر، فالوتر هنا 4 يبقى ده ب2. حلو. اروح اشتغل في المثلث ده اجيب د ه من نظريه فيثاغورس، جذر 4 تربيع ناقص 2 تربيع. هنحسبها تطلع 4 تربيع ناقص 2 تربيع يعني 16 تربيع اهو، 16 او 16 ناقص 2 تربيع ب4 تطلع 2 جذر 3. 2 جذر 3 دي كده 2 جذر 3. حلو. انا عارف ان الضلع ده كله كام؟ الضلع ده كله كام؟ الضلع ده كله 10 اهو. دي اخدت كام؟ 2، يبقى الضلع ده 8. حلو. هات لي ظ س، مش ده مثلث قائم اللي بالازرق ده كده اهو، ده كده مش مثلث قائم. هات لي ظ س. الظ عباره عن ايه؟ قول لي ان ظ س بتساوي مقابل اللي هو 2 جذر 3 على مجاور اللي هو كام؟ 8. على الاثنين راحت، على الاثنين فيها الاربعه، يبقى الظ س بتساوي جذر 3 على ايه؟ على 4. بتعمل كده ليه؟ عشان اعوض في النقطه اللي هو عطيهوني. هو قايل لي ان كاف في ظ س بتساوي جذر 3. انا عايز كاف. طب تعالى بقى بص لي هنا، احنا مش جبنا ان ظ س دي بتساوي جذر 3 على 4؟ يعني كاف في جذر 3 على 4 بتساوي جذر 3. حلو قوي. تعرف تجيب كاف؟
هقسم على العدد اللي جنبها، فهشطب ده من هنا واروح كاتب هنا على جذر 3 على 4. لو كتبت دي على الآلة تقول لي ان الكاف بكام؟ ب4. يبقى انا كده جبت قيمة كاف. يبقى انا كده جبت قيمة ايه؟ كاف. حلوة، مسألة حلوة فيها شغل، يعني فيها شغل كتير. تعال نشوف بقى الملحوظتين اللي جايين دولت، وخلي بالك كويس قوي. اول ملحوظة بتقول لك ان لو انا عندي ظا الف او ظا اي زاوية، الظا دي بتساوي جا على جتا. يعني ايه؟ يعني لو جبت لك مسألة قلت لك حبيبي الجا ألف ب3 على 5 والجتا ألف ب4 على 5، هات لي ظا ألف. دي سهلة قوي، هقسم ده على ده. الآلة تقول لي 3 على ايه؟ على 4. الملحوظة دي مهمة جدا، وخلي بالك من المنظر ده عشان هنستخدمه في بعض المسائل. طيب الملحوظة الثانية ودي مهمة جدا جدا جدا. لو انت عندك زاوية اسمها ألف وعندك زاوية اسمها جيم، والزاويتين دول مجموعهم 90 درجة، الموضوع ده خطير قوي. قلت لك عليها في بداية الفيديو، قلت لك هكلمك عليها كمان شوية. ايه ده؟ لو انا عندي زاويتين ب 90 درجة، ده معناه ان جا ألف بتساوي جتا جيم، والعكس جتا ألف بتساوي جا جيم. يعني جا الأولى بتساوي جتا التانية، وجتا التانية بتساوي جا الأولى. دي مهمة جدا. تعال نشوف شوية اختيارات عليهم بقى. بيقول لي ايه؟ جا 30 بتساوي جتا ه، يبقى ه بكام؟ وانا مغمض ب60. طب جات ازاي؟ افهمك. مش انا عارف ان هنا جا وهنا جتا بيساوي بعض؟ وانا قلت لك امتى جا تساوي جتا؟ لما يبقى الزاويتين مجموعهم بكام؟ ب90. دي اخدت 30، يبقى دي تاخد كام؟ 60، بقيت ال90. طيب بص اللي جاي، س وصاد متتمتين. متتمتين دول يعني مجموعهم 90 درجة، يعني مجموعهم كام؟ 90 درجة. جا س ب4 على 5، يبقى جتا س ب4 على 5، يبقى جا صاد بكام؟ ب4 على 5 من غير ما افكر. طب ليه يا مستر؟ وهو مجموعهم 90، ولما يبقى الزاويتين مجموعهم 90 ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاثنين جا بتساوي جتا وجتا بتساوي جا. يلا بيقول لي ايه؟ مثلث فيه ألف ب60 جا ب بتساوي جتا ب. خد بالك لما جا بتساوي جتا يبقى الزاويتين ب90، بس دي ب ودي ب. ده معناه ان الب بكام؟ ب45. عشان اجيب زاوية ج بقى معايا في المثلث اهو، معايا الألف ب60 ومعايا الب ب45. اعرف اجيب الألف، اعرف اجيب الجيم، هتطلع بتساوي 75 درجة. طيب ألف ب ج مثلث فيه ب ب90، عارف معناه ايه ده؟ طالما ب ب90 يبقى ألف زائد ج ب90، يعني جا ألف بتساوي جتا ج. فلما اجي اقول لك هات لي جتا ألف زائد جا ج، ليها اجابتين: يا اما 2 جتا ألف لان الاثنين قد بعض، يا اما 2 جا ج. اللي تلاقيها في الاختيارات اختارها، هتلاقي 2 جتا ألف، مستحيل تلاقي الاثنين. طب لو جاب لي نفس السؤال بس ناقص جتا ألف، المفروض ناقص جا ج. دي جتا ألف ناقص جا ج. لما يقول لي ناقص دي طرحهم بصفر لأن الاثنين قد إيه؟ قد بعض. طب جاوب دي أنت بقى. جا 40 بتساوي جتا كام؟ بتساوي جتا 50. الله ينور. طب ليه؟ ما عشان الاثنين مجموعهم 90. طب س وصاد متتمتين، جا س ب3 على 4 يبقى جتا صاد ب3 على 4. طب حلو. مثلث قائم في ب، جتا ألف زائد جا ج، يا إما 2 جتا ألف يا إما 2 جا ج. اللي موجودة في الاختيارات 2 جا ج. جا س ب4 على 5 وجتا صاد ب4 على 5 يبقى وجتا س ب4 على 5. عايز ظا، الظا بتساوي جا على جتا، يعني 4 على 3. وبكده أكون سنة أولى سنة ثالثة ربنا كرم، وبكده نكون خلصنا الدرس الأول حساب مثلثات. معلش الفيديو طويل شوية، بس احنا خدنا كل أفكار الدرس الأول. مش هيقف معاك إن شاء الله أي مسألة في أي مكان، سواء امتحانات سنين فاتت، سواء كتاب خارجي، سواء كتاب المدرسة. احنا بفضل الله قدرنا نجمع كل أفكار الدرس الأول. انتظرونا قريب على طول جدا في فيديو ننزل فيه أفكار الدرس الثاني، ويبقى كده الحمد لله خلصنا حساب المثلثات كله في درسين 2 أو في فيديوهين 2. لو لقينا الفيديو طويل عليك ممكن نقسمه على مرتين، يعني ممكن نقسمه على جزء أول وممكن نقسمه على جزء تاني. إن شاء الله أشوفكم بخير في فيديوهات تانية كتير.